لن تصدق الديانة الحقيقية للفنان الأردني هشام يانس بعد وفاته، وكمان هنعرف مع بعض تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته. وكمان وزير الثقافة بينعي الفنان هشام يانس. متابعينا الأعزاء، أرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، فالمتوفي يحتاج منكم الدعاء فادعوا له. نعى وزير الثقافة مصطفى الرواشدي الفنان الأردني هشام يانس الذي وفاه الأجل مساء اليوم بعد معاناة طويلة مع المرض. كما قال الرواشدي في بيان للوزارة أن الساحة الفنية الأردنية تفقد اليوم فنانا كبيرا له رصيد نوعي من الأعمال التي اشتهر بها وارتبطت بشخصيته الإبداعية. كما أكد أهمية ما قدمه الفنان الراحل لجمهوره الأردني والجمهور العربي بشكل خاص عبر مسيرته المميزة في المسرح والدراما، علاوة على العديد من الأعمال التربوية والدرامية التي قام بكتابتها وتأليفها. كما اشتهر بتقليد الشخصيات العامة وخاصة الفنانين والرؤساء، فقد قلد الملك الراحل الحسين بن طلال، وكمان الرئيس ياسر عرفات، وأيضا صدام حسين ومعمر القذافي وجمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات. كما شارك في العديد من المسرحيات على خشبة مسرح الأوبرا، ومنها الرجل القذر للكاتب الأيرلندي برنارد شو، وكلهم أولادي للأمريكي أرثر ميلر. كما عمل في التأليف الدرامي والتمثيل الإذاعي والمسرحي، وكمان عين مخرجا ومنتجا في الإذاعة الأردنية، وانتقل للعمل في هيئة الإذاعة البريطانية، وقدم نصوصا تمثيلية عرفت باسم الرجل الطيب. متابعينا الأعزاء، إذا كنتم من محبين الفنان الأردني هشام يانس ادعوا له بالرحمة والمغفرة، فالمتوفي يحتاج منكم الدعاء.